السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة يوم جديد وفيديو جديد، وزي ما متعودين نرفع الفيديو بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وكمان ما تنسوش تدعموني بلايك وتحطوا لي كده كومنتات حلوة زيكم. رايحة فين يا هبة على الصبح كده؟ انا رايحة بورسعيد، والله العظيم رايحة بورسعيد ولوحدي، مسافرة لوحدي. يعني دلوقتي جوزي نزل معايا عشان رايح الشغل. النهارده الخميس، مش عارفة الفيديو هينزل لكم النهارده ولا بكره الجمعه، فمش عارفه ايه اللي هيحصل يعني. المهم جوزي دلوقتي رايح الشغل، فهيوصلني للسوبر جيت. تمام. هركب وهسافر لوحدي، اول مره يا جماعه اسافر لوحدي. طيب هتعملي ايه يا هبه في بورسعيد؟ انا رايحه لواحده صاحبتي تعبانه، تمام، كانت محجوزه في المستشفى، فانا حبيت ان انا ايه اروح اطمن عليها بنفسي. هي خرجت من المستشفى والحمد لله بقت احسن، فقلت لا لازم ان انا ايه اروح لها. طيب يومي هيمشي ازاي ولا هعمل ايه؟ انا مش عارفه. فطبعا ما كانش ينفع ان انا اروح مكان من غير ما اخدكم معايا. تمام. لازم اشارك معاكم كل حاجه. ويلا بينا نبدا الفيديو ونشوف يومنا هيمشي ازاي. بصوا يا جماعه، خلاص وصلت بقى على المكان اللي هركب منه الباص، ميناء القاهره البري. تمام. مول وسط العاصمه. يلا هندخل كده نشوف الدنيا فيها ايه. انا مش عارفه اي حاجه بصراحه هنا، بس ما علينا يعني. هنشوف الدنيا هتبقى فيها ايه. بصوا كده، المفروض انا رايحه احجز، انا مش حاجزه. تمام. بس ايه، قالوا لي امشي قدام شويه وهتلاقي المكان اللي بتحجزي منه التيكتات وكده. فقالوا لي جنب الكافيتيريا. اه وصلت الحجز اهي، الحمد لله وصلت. هنجز دلوقتي. بصوا حجزت التيكت. عايزه اقول لكم التيكت ب 145 جنيه. انا كنت متخيله ان هو اكتر، بس لا ما طلعش اكتر من 45. شايفين اهو 145. فدلوقتي بقى انا نازله ايه اتجاهي كده للباص، اشوف ايه بقى هنعمل ايه كده، وطبعا هرجع تاني معاكم. بصوا قلت اشتري ايه حاجه قبل ما اطلع. اشتري مولتو، اخد مولتو. ده مولتو. لا هاخد شيبسي بالملح كمان. مش عارفه اخد ايه تاني. بصوا يا جماعه، ده الباص اللي هركبه. تمام. هطلع كده ونشوف هنعمل ايه. بصوا جبت ايه بقى. جبت حاجات بسيطه. جبت كيس الشيبسي ده. تمام. وجبت مولتو، حاجات خفيفه كده بس ممكن افطر بيها، ممكن ما اكملهاش، ممكن اكملها. والاساسي بقى بتاعي البيبسي. جبت دي، بس هي دي الحاجات اللي انا جبتها بس. بصوا يا بنات، هو ده الطريق. عايزه اقول لكم كنت مستمتعه بيه جدا جدا جدا، بس كنت مستغربه بس ان انا لوحدي، يعني في سفر اول مره اسافر لوحدي. يا جماعه خلاص وصلت اهو بورسعيد. عايزه اقول لكم الجو تحفه، المكان حلو جدا عجبني، هادي كده ورايق. بس هي بقى مش في بورسعيد، هي في بور فؤاد. فهركب بقى تاكسي دلوقتي. تمام. وهروح بقى على بور فؤاد. بصوا عايزه اوريكم كده شكل المكان. بصوا اقسم بالله تحفه، تحفه كده، هادي وجميل والله، غير القاهره خالص. وبص انا مش عارفه، انا اول مره يعني اجي بورسعيد، بس مش عارفه حبيت المكان من اول ما جيته يعني. فيلا بينا بقى اشوف تاكسي. تمام. و... وهروح على بور فؤاد. بصوا يا حبايب قلبي، عايزه اقول لكم ان هنا انا كنت في التاكسي. تمام. انا بقى كنت متخيله ان دي المعديه اللي بيقولوا عليها، يعني اسمع بقى المعديه ومش المعديه و... ويعني ممتعه والكلام ده. فانا افتكرت ان دي المعديه، فطلع ان ده كوبري. تمام.
هو فوق البحر يعني. بصوا البحر من هنا ومن هنا، الكوبري ده فوق البحر، فهو وصلنا. فانا وانا رايحه ما رحتش بالمعديه ولا حاجه. بس وانا راجعه طبعا يعني لازم تكملوا معايا الفيديو وتحطوا كده اللايك، وهتشوفوا معايا المعديه وقد ايه ممتعه. اخيرا وصلت يا جماعه، اخيرا وصلت. مشوار بعيد جدا، بس ايه ما يبعدش على جنجونه الكتكوته الكيوته. بصوا بقى اعرفكم على جنى. بصوا اطيب واحن وارق قلب وانضف قلب اقسم بالله شفته. والله لسانها يعني مسحوبه منه شويه، بس ايه، بس لا مش بقله قيمه ولا قله ذوق ولا الكلام ده، لا 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 يعني اللي في قلبها، اقصد يعني اللي انا عايزه افهمه لكم، اللي في قلبها على لسانها. والله العظيم بجد للامانه، مش عشان قدامها ولا حاجه. وتستاهل ان انا اجيلها من اخر الدنيا اقسم بالله. ايه رايكم في جنجون؟ مش تعرفي على نفسك يا جنجونه؟ انا جنكوتك كتكوت. والله العظيم يا جماعه بجد انا مبسوطه جدا ان انا جيت. وعايزه اقول لكم انا بقالي شويه قاعده معاها، تمام. والله العظيم ما عارفه تجيب لي ايه ولا ايه، ولا تعمل لي ايه ولا ايه. وحياة ربنا كلام بجد مش تهريج. حتى شوكولاتات وبيبسي واللي هي الحاجات اللي عارفين بقى، اللي هي الكيكات والهوز والكلام ده، والله العظيم جايبه لي كل الحاجات دي. فعايزه اقول لكم ما بجد انا بحبك يا جنجونه. انا والله العظيم يا جماعه مبسوطه اللي هي جايه من مشوار كبير عشان تيجي تسال عليا، وما تحرمش منها ابدا ابدا. ربنا يخليها يا رب، ويخليها اولادها، ويخليها هارون يا رب، وما تحرم منه ابدا، وييسر لها امرها. هي فرحتني والله، هي كانت عامله لهم مفاجاه انا ما اعرفش الا امبارح بالليل، فانا فرحانه جدا والله العظيم. ربنا يسعدها يا رب، ربنا يسعدها. انت تستاهلي كل خير يا جنى، والله والله كل خير انت تستاهليه. ولو ينفع يعني اديكي كده عينيا والله هديها لك. تسلم عينك والله، والله العظيم بجد تسلم عينك والله. بس هنشوف بقى يومنا هيبقى عامل ازاي، وهنقول لكم مع جنجونه. بصوا حبيت برضو ان انا اوريلكم الحاجه اللي هي محضراها لي، او عشان عارفه ان انا بحب البيبسي. بصوا جايبه لي كنز، جايبه لي بقى الكيكات بقى والبوريو والمندولين والكلام ده. حتى بصوا الشوكولاته اهي، الشوكولاتات دول قالت لي ايه ادي للبنات. فوالله مش عارفه اقول لها ايه وهتفطري ايه. قلت لها والله انا فطرانه في الباص، وانتوا طبعا شفتوني ان انا فطرت في الباص، تمام. فعايزه اقول لكم بقى ايه قلت لها والله ابدا. فعايزه اقول لكم بقى لا، بعتت تجيب اكل من بره والكلام ده. فهنكمل معاكم اليوم. بصوا بقى يا جماعه، ده الغدا اللي جنى عاملاه او جايباه بمعنى اصح. انا كنت حالفه عليها، كانت عايزه تعمل اكل وكده، قلت لها لا انت تعبانه ما تعمليش حاجه. فعايزه تقولي طب هتاكلي ايه، طب اجيب لك سمك نوع ايه وايه 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 وايه، حاجات كتير بصراحه انا ما كنتش عارفاها من الانواع اللي هي قالتها، تمام. بس انا يعني قلت لها انا ما بحبش غير البولتي، تمام. قلت لها البولتي بس. ف طبعا زوجها جاب جمبري وجاب لنا البولتي ده. هي عملت رز ابيض. هو ده ايه يا جنى؟ كبابه بالجمبري. دي اسمها كوبيبه. كوبيبه بالجمبري. البورسعيديه اللي يعرفوها بس، او اللي يعرفوها بس ايه البورسعيديه. وترشي وبابا غنوج، صح؟ بابا غنوج ماشي. والعيش بقى بتاعهم ده، بتقول لي انا عملت رز، قلت لها لا انا بحب السمك بالعيش. قالت طب انتوا بتحبوا العيش بتاعكم شكله ايه واحنا شكلنا ايه؟ قلت لها لا اي عيش هاكله مش مشكله. بس هو ده بقى ايه الغدا النهارده. قولوا لي بقى ايه رايكم؟ اكل يفتح النفس اقسم بالله، انا بعشق اصلا السمك. هي والله كانت عايزه تعمل حاجات كتير وانا حلفت عليها، قلت لها كده بس انا هاكل سمك بس. فراحت برضو اصرت انها تجيب ايه جمبري. يلا بقى يا جماعه عشان انا جوعت، الاكل شكله يشهي كده وانا جوعت. يلا هرجع لكم تاني. بصوا يا جماعه هنا انا كنت خلاص نزلت، ودي بقى يا جماعه المعديه اللي انا ايه قلت لكم عليها، تمام. بصوا هي فعلا ممتعة جدا جدا جدا. انا انبسطت. المفروض بيبقى فيه زي طيور او اي حاجة على وش البحر كده، وبنقطع عيش وايه وبنحدفه كده يعني عشان ياكلوه كده. فحظي بقى اللي مش حلو يعني مش لطيف ان ما لقيتش الطيور دي موجودة.
عايزه اقول لكم ان انا زعلت جدا واتضايقت ان انا ما اكلتش الطيور دي، فنصيب يعني. قلبي انا دلوقتي في البيت، تمام. المقطع ده انا بصوره لكم تاني يوم، يعني تاني يوم السفر، لان عايزه اقول لكم ان انا واصله البيت كانت تقريبا على الساعه 10 او 9:30، والله مش متذكره قوي بصراحه. اول مره روحت البيت انا نمت ما قدرتش ان انا يعني اختم معاكم الفيديو ولا اعمل اي حاجه، نمت على طول. بس بقى عايزه اقول لكم ان انا انبسطت جدا 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 بجد. يعني بصوا انا بكلمكم دلوقتي حاسه ان انا مرهقه، بس ايه، على قد ما انا مرهقه فانا مبسوطه. والله العظيم استمتعت جدا بالطريق وانا رايحه وانا جايه، مع ان انا كنت لوحدي، تمام. انبسطت جدا 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 بمقابلتها ليا، بفرحتها بيا، وكانت دي باينه في عيونها مع انها تعبانه، بس كانت عايزه تقوم تجيب لي الدنيا كلها. طبعا صورت معاكم حاجات وفي حاجات تانية ما صورتهاش، تمام. لاني برضه انا يعني مش هينفع بقى ان انا ايه افضل اصور وكده تقول ايه، تقول ان انا رايحه عشان اصور فيديو، لا طبعا. والله يعني بصراحه عملت حاجات كتير جدا، تمام. قدمت لي مشروبات، ويمكن في حاجات كتير ما صورتهاش، اهم حاجه ان هي كانت مبسوطه. والله العظيم كل اللي انا عايزه اقول لكم يا جماعه ان فعلا التقدير لحد في حته تانية خالص، تخلي الواحد نفسيته دي تبقى في حته تانية خالص. والله يعني على قد ما هي تعبانه، فانا كنت حاسه ان هي فرحانه وناسيه التعب والمرض. فاهمني ليه بقى؟ لان في حد معاها، يعني في حد قدرها، في حد طبطب عليها. آم، بس هو ده اللي انا عايزه اوصله لكم، من الواحد لما فعلا بيقدر اللي قدامه او اللي معاه، بيبقى بيشيله فوق دماغه وعلى راسه. وفي نفس الوقت لو هو يعني تعبان جدا ولا قدر الله واصله لمرحله عاليه جدا، فصدقوني دي بتحسن من معنوياته وبتخليه اصلا ينسى المرض والتعب والكلام ده كله. بس بقى يا جماعه مش هطول الفيديو عليكم اكتر من كده، انا مبسوطه جدا اني كنت معاكم. ما تنسوش تحطوا لي لايك وتحطوا لي كده كومنتات حلوه تشجعني وتحفزني ان انا انزل لكم على طول فيديوهات. طبعا الفيديو ده مش عشان ان انا يعني اقول لكم ان انا رحت فين وعملت ايه ولا الكلام ده، لا خالص. يعني انا شاركتكم يوم انا قضيته، اليوم دوت عجبني وانا حبيته واستمتعت فيه جدا 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 بجد، والله العظيم. في فيديو جاي ان شاء الله، مش عارفه يعني هو اللي هيبقى الجاي ولا لا، بس ان شاء الله هيكون هو الجاي. خدت لكم بقى جوله، مش هقول لكم بقى في بورسعيد كلها، لا يعني انا نزلت كده من عندها من بور فؤاد لبورسعيد، ونزلت عند مكان اسمه الممشى وكده والمعديه والكلام ده، كل ده انا مصوره لكم وايه. وطبعا هوريه لكم بس في فيديو تاني، لان الفيديو ده هيبقى كده طويل جدا جدا جدا، وانا مش عايزاه يبقى ايه يبقى طويل قوي. بس كده هو ده كان فيديو النهارده، اتمنى كده يكون عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد، متنسوش تحطوا لي لايك واقول لكم السلام عليكم.